السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل النهارده قلقاس بطريقة حلوة ان شاء الله. محدش يقول طماطم ده يعمل زي البطاطس، لا، هتجربوه والله وهتشوفوها ان شاء الله هيعجبكم. واعمل لحمة بصوص ان شاء الله هيعجبكم، ورز بشعرية. انا عندي هنا نص كيلو لحمة. همسكه اقطعه مكعبات صغيرة. تمام. وبعد ما هقطعه مكعبات صغيرة هشطفه شطفة. وهاجي ركناه على جنب على الرخامة. عندي هنا في الحل عشان الكاميرا ما كانتش شغالة. حطيت بصلاية وطماطماية وجزراية، وحطيت بهارات، ملح وفلفل اسود. وحطيت حبهان وورق اللورا. تمام. هنزل بعد كده باللحمة بتاعتي اللي انا مقطعاها وصفيتها. هنزل الاول بمعلقه خل هحطها اهيت. وبعد كده هنزل باللحمه. معلقه الخل دي بتتحط ليه؟ اول حاجه بتسوي اللحمه بسرعه. تاني حاجه ما بتخليش ريحه الزفاره في الشوربه بتاعتك، وبتخليك الشوربه رايقه وجميله وزي الفل. تمام. هنيجي بقى هنا للقلقاس. هنقطع القلقاس بالطريقه دي. أنا القلقاس ده كان عندي في التلاجة، فقعد فتره، فهلاقي حتى هلاقي فيه حتت بني كده، بس تمام هنشيلها. وهناخد الحتت البيضه منه. همسكه اقشره كله بالطريقه اللي انتوا شايفينها ديت كده. عندي بقى هنا انا فوطه نضيفه خالص اهيت. همسكه اقطع بقى القلقاس. بصوا بقى، انا هقول لكم على حاجه. لما تكونوا عايزين تخزنوا القلقاس زي ما انتوا زي ما انا بقطع كده، والقلقاسه تكون نضيفه ما فيهاش اي حاجه، بعد ما تقشرها تنضفيها خالص على الناشف. وبعد كده تجيبوا فيطه برده، فوطه ناشفه زي ما انا حاطه كده، وتقطعي القلقاس بتاعك. اهم حاجه الميه ما تلمس القلقاس. وتخزنيه في اكياس تلاجة عادي خالص. لما تيجي تخرجيه، تطلعي الكيس اللي انت على قد الطبخه، تشطفيه وتغسليه زي ما هتشوفي دلوقتي. احنا بنغسله ازاي، انا بغسله ازاي. انا همسكه اقطعه مكعبات زي ما انتم شايفين بالطريقه دي. وبعد كده هديله شطفه تحت الحنفيه. وهاخد احطه في الطبق واملى عليه الطبق ميه، وهحط عليه معلقتين ملح. المعلقتين الملح مش هيحدقوا القلقاس، ده هيشيلوا الماده اللزجه اللي جوه القلقاس. هركنه بقى على جنب. عندي هنا 3 طماطمات صغننين. الطماطم دي انا كنت سلقاها، فانا خدت وحدتين صغننين زي ما انتوا شايفين كده. وعندي بصلايه وسط. مسكتها قطعتها ناعم كده بالسكينه، او تضربيها في الكبه اللي يريحك. عندي هنا معلقتين زيت ومكعبين دهن، اللي هي دي. خدتها كده عشان تخلي طعم القلقاس حلو. نزلت بالبصله. اول ما البصله تاخد معايا لون ذهبي، هاجي نازله بثلاث فصوص توم او 4 فصوص توم مفرومين. اول ما التوم ريحته تطلع، هاجي نازله بالثلاث طماطمات الصغننين، مسكتهم ضربتهم في الخلاط وصفيتهم من التفل بتاعهم. وبعد كده هنزل بقى ببابريكا، فلفل اسود، ملح حسب رغبتكم انتم، حبه توم باودر، حبه بصل باودر. وهاجي ماسكه التسبيكه دي مقلباها في قلب بعضها. الطماطم دي مقلباها في قلب بعضها لغايه ما تتسبك عندي وتستوي الطماطم مع البصل وكلها. هنا بقى اللحمه، بقول لكم ان اللحمه بتغلي اهيت وخلاص دخلت في السوا. هنا بقى هاجي بقى للقلقاس، هنزله بقى في المصفى. وهمسك بقى القلقاس تحت الحنفيه. هفضل اغسل فيه كذا مره، والطبق تحت الحنفيه تحت المصفى. هنزل فيه طبق كذا مره، اغسل فيه لغايه ما الميه اللزجه تطلع منه خالص. واحطه يتصفى. وهاجي ارجع للشوربه. هنا امسك بقى شفشه، اخد حوالي 5 كوبايات 6 كوبايات شوربه. وهاجي نازله بالقلقاس واخداه تقليبه. وبعد كده هنزل بالشوربه اللي انا خدتها من الحله. اهو انا نزلت بالقلقاس، خدته تقليبه، نزلت بقى بالشوربه اللي انا واخداها من الحله. تمام. الشوربه تغطي عندي القلقاس بس. وهاخده بقى احطه على البوتاجاز واركنه على جنب، واديله تقليبه، واحطه على عين صغيره كده مع نفسه على جنب. هنا بقى صفيت طلعت اللحمه استوت معايا يعني سوا كامل. هاخدها بقى اطلعها في طبق. وعندي هنا 3 بصلات او 4 بصلات صغيرين بمقام 2 وسط. وقرن في ونص قرن فلفل احمر، ونص وقرن فلفل رومي. هاخدهم بقى اضربهم مع بعض في الكبه. وعندي هنا الجزر، بقول لكم ان الجزر بتاعي اللي انا كنت سالقه فيه اللحمه ما رميتوش، طلعته. البصل مغذي، طلعته هرسته بالشوكه. وهنا حطيت في الحله معلقه زيت. حطيت عليها الخضار اللي انا ضربته، اللي هو البصل والفلفل الملون. وضربته. اول ما تشوح معايا ولقيته تبل معايا كده، جيت نازله بفصين توم مهروسين. وبعد كده نزلت بالجزرايه اللي انا كنت مطلعاها من الشوربه وهرساها بالشوكه. هنزل بقى بحبه فلفل اسود وحبه ملح. وحبه بهارات لحمه صغيرين. وهحط ربع كوبايه ميه واسيب الحاجات دي تستوي مع بعضها، لان اللحمه عندي مستويه. فانا عايزه اعمل لها صوص، لاني ما بحبش اكلها عندي مسلوقه. عندي هنا بقى كزبره خضراء مقطفاها.
واخده الورقه بتاعه الكزبره كانك بتقطفي ملوخيه. كمان يمكن الملوخيه بنسيب لها عرق، ديت ما بسيبلهاش حاجه خالص، يا دوبك باخد الورقه بس. هتني بقى اقلب في الكزبره الخضراء دي، اديني نزلت باللحمه اهوت. هتني بقى اقلب في الكزبره ديت لغايه ما تاخد معايا تبقى مقرمشه. يعني اقلب فيها لغايه ما تبقى مقرمشه كده معايا. ايدك ما تسيبهاش. انا موطيه عليها اثناء ما انا سبتها وانا بسقط اللحمه. اول ما جت معايا في اللون ده وبقت مقرمشه كده، هاجي نازله بحوالي فصين 3 توم مهروسين. اول ما التوم يصفر معايا وتطلع ريحته، هاجي طافيه عليه واجي جايبه الايد الهون ومدقدقاه. وبعد كده هاجي طشها فين على القلقاس. انا عايزه اقول لكم الريحه جباره، قسما بالله الريحه جباره. وبعدين هو لا زي البطاطس. في ناس بتقولك انت بتطبخي بطاطس، ولا زي البطاطس ولا طعمه زي البطاطس. وجربوا الطريقه بتاعتها هتعجبكم جدا. عملت بقى جنبيها شويه رز بشعريه، وطعم القلقاس خطير. وادي اللحمه اللي عملتها بالصوص معاكم اهيت، وعملت شويه شوربه لسان عصفور. واللحمه مستويه وجميله وطعمها خطير. انا عندي ما بحبهاش مسلوقه. وعندي المخلل بقى اللي انا مخللاه. عايزه اقول لكم بألف هنا وشفا، الاكل طعمه خطير جدا. ما تنسونيش بقى في اللايك والشير واشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وان شاء الله يوصلكم كل جديد مني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.